يناير 2023 كملت العملة الوطنية 5 سنوات من التحرير الجزئي لسعر الصرف ديالها. خلال هذه الفترة تحرك الدرهم المغربي في نطاق 2.5% صعود وهبوط، وفي مارس 2020 مر هذا التحرك لنطاق 5%. كان الهدف من هذا التحرير الجزئي حسب بنك المغرب هو تقوية المناعة ديال الاقتصاد الوطني، وكذلك التعود على الصدمات الخارجية. في هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو هو المعنى ديال التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم، وكذلك شنو هو التأثير ديال التحرير الكلي على العملة المغربية. نبداو الموضوع ديالنا. في البداية لازم نشيروا على أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري تعرض لمجموعة من الضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي اللي كان كيجبروا على المرور إلى التعويم الكلي لسعر صرف الدرهم، لكن كل هذه الضغوطات ما خضعتش لها الحكومة المغربية ووالي بنك المغرب، وبالتالي تم التحرير الجزئي لسعر الصرف في بداية 2018. حسب خبراء ماليون المغرب ما عرفش ارتباكات كبيرة في عملية تحرير الدرهم بالمقارنة مع مجموعة من الدول كمصر والسودان والعراق. على سبيل المثال مصر حاليا تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 8.88 إلى أكثر من 29 جنيه. باستخلاص الدروس من تجارب البلدان الأخرى، المغرب كيف ما قلنا قرر تحرير جزئي لسعر صرف العملة ديالو لمدة كتمشي ل 15 عام بنسب متفاوتة. حاليا حنا كنتواجدوا في نطاق 5% صعود وهبوط. للإشارة الدرهم المغربي هو مرتبط بواحد السلة مالية فيها الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%. يعني كل صعود في هذه العملات كيصاحبها تراجع في سعر صرف الدرهم، وبالتالي فقدان القيمة ديالو في حدود 5%، والعكس صحيح. أي كل هبوط في هذه العملات كيصاحبها واحد الارتفاع في القيمة ديال الدرهم في حدود 5%. فيما يخص التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم فهذه مغامرة كبيرة غتضر بالقدرة الشرائية ديال المواطنين، لأنه هنا العملة غادي تخضع لقانون العرض والطلب. بمعنى شكون هذا اللي كيصرف العملات الأجنبية للدرهم المغربي؟ كمثال وحنا في الحالة مثلا ديال السياحة ولا المستثمرين الأجانب ولا التحويلات المالية من الخارج للداخل، لأنه في الأصل الاقتصادات القوية هي اللي كتعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات، هي اللي كتمر لهذا التحرير الكلي لسعر الصرف ديال العملة ديالها، لأنه العملة ديالها مرتبطة بالطلب الخارجي. وبالتالي فالتحرير الجزئي اللي قام به المغرب فهو كان صائب في ظل تقلبات السوق المالية الدولية، وكذلك الارتفاع ديال الدولار حاليا، وكذلك تفاقم العجز ديال الميزان التجاري والضغوط التضخمية اللي كاينه حاليا واللي غادي تستمر في المستقبل. بالتالي المرونة مطلوبة لتجاوز هذه المخاطر، الحفاظ بشكل أكبر على القدرة الشرائية للمواطنين ديالنا اليوم. شكرا لكم على المتابعة، في انتظار مواضيع أخرى.